اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا خير خلق الله. وصفة جديدة من وصفات يوميات روز. الوصفة النهاردة شكلها تحفة، شكلها بتشهي كتير، شكلها بتاخد العقل. الشكل بس كده بياخد العقل، فما بالكوا بقى لو كنتوا مكاني وشمين الروايح اللي انا شماها. ريحة، شكل، طعم، جمال، لذاذة. ايه رأيكم في الطبق ده وفي الطاجن ده؟ وندخل على الوصفة ونشوف احنا عملنا بقى ايه الوصفة دي ازاي. جبنا بقى الخضار بتاعنا القمر، حزمة من الكزبرة، من الشبت، من ايه، فلفل احمر، فلفل اخضر، سبايسي وبارد. البصل بتاعي، الطماطم، الايه، البطاطس بتاعتي. هدخل بقى على اللحمة. اللحمة ديت القطعية بتاعتها جميلة جدا جدا جدا. يعني انا كنت معجبة بيها. يعني اقول لكم الاعجاب ده قليل عليها شوية. قطعة اللحمة دي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، كانت جميلة جدا وشكلها بيشهي جدا. اسيبها؟ ما سيبهاش. طيب، انا سألت البيت عندي او افراد اسرتي، قالوا لي بقى ايه، لا احنا عايزين شوربة. فانا هعمل في نفس الوقت شوربة وفي نفس الوقت هطلع الطاجن اللي انتوا شفتوه ده. مسكت بقى اللحمة بتاعتي دي وقطعتها الى ايه، مكعبات. فيها قطعتين تلاتة كده من اللحمة ملبسة بالدهن بتاعها. ديت اللي انا هحتاجها في الوصفة بتاعتي. انا عايزة الدهن، ولو فيه قطعة دهن سادة لوحدها ممكن تحطها برضو في الطاجن اللي احنا عملناه ده. بسرعة بقى هغسل لحمتي وانشفها كويس وهنزل بيها في المية المغلية بتاعتي علشان ايه، اعمل بيها احلى حبة شوربة ممكن تشربوه. طبعا نزلت بيها في المية. بعد كده هنعمل ايه، بهري بهارات الشوربة العادية بتاعتك يا ست الكل. البهار بتاع الشوربة، انا كروز بحب احط ايه في شوربتي، بس ممكن انتي تضيفي اضافات تانية، بس انا كروز ممكن احط الاضافات دي بس واكتفي بيها. بصلة، طماطماية، ورق لورو، مستكة، حبهان، فلفل اسمر، ممكن كمان جوزة الطيب. لو بتقطعيها حطي منها مكعب بس صغير كده. و 3 4 فصوص من ايه، من القرنفل. والملح بتاعي بظبطه في نص سوا اللحمه كده. وبس كده بس كده بس كده. ممكن بقى انت تضيفي، في ناس بتضيف بقى ايه، جزر، اي خضار تاني. او ممكن تحطي برضو ليمونه، بس الليمونه بتكون ايه، بتكون مش بتفتحيها. لا انا كروز بحب اضيف الاضافات اللي قلتلكوا عليها دي وبس كده. غطي على الشوربة وسيبيها تستوي على نار هادية، ونسيها وسيبيها بقى ايه، تعيش حياتها. على ما بال ما الشوربه بتاعتي تطلع حبه الشوربه الحلوين اللي انا عايزاهم، اكون انا ايه، قطعت الخضار بتاعي زي ما انتوا شايفينه كده. وبدات ان انا ارص الطاجن بتاعي رقات من الخضار بتاعي. ربنا يبارك لي في جوزي ويخليهولي، هو اللي كان حابب يعمل الطاجن ده، وكان حابب يعمله بنفسه لان هو بيعشق الطاجن ده، فحب ايه يعمله بنفسه. فطبعا انا اللي كنت بساعده بقى في الطاجن ده. يعني هو المقيم اللي بيعمل العمل، انا اللي كنت المساعد بتاعه. خلاص بدأنا بقى نرص ايه الطماطم. شرايح البصل بدأت ان انا افكها من نفسها كده وارصها. بدأت ان انا ارص بقى ايه البطاطس بتاعتي، رقات رقات بقى كده بس. دو جاي تسلمي عليهم. ايوه. يلا يا دو كلميهم بقى. ازيكم عاملين ايه؟ جربوا الطاجن عشان هو طعمه يومي يومي يومي. جربوه مش هتندموا. ومتنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان اول لما انزل فيديو تبقوا اول ناس تشوفوه.
هي عملتوا لايك واشتراك وفعلتوا زر الجرس ولا لأ؟ أكيد مش هتساعدوا تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس. رأيكوا بقى في التوكن؟ جربوه مش هتندموا، جربوه. كان سبايسي. أيوة. يا لو روحي يا انت. لو جربتوه هتعمليه كل يوم ومش هتوقفوا عن يوم واحد. ده طعمه يومي والله. طيب بعد ما دو كده سلمت عليكم، اللي بحبني وبحب دو يدخل بقى ينضم لعيلتنا الكبيرة اللي بتكبر بيكم يوم بعد يوم. طبعا انا رصيت بقى الطاجن بتاعي بصل وطماطم وتوم، يعني معلقتين توم مفرومين كبار، وشبت وكزبرة وايه، وكمان حطيت فلفل بارد وفلفل حامي. والفلفل الحامي بصراحة في الوصفة كان كتير، كانت الوصفة سبايسي جدا. اللحمه بتاعتي استوت، بوريتها لكم دلوقتي. وخدت حته اللحمه اللي موجود فيها ايه قطعه الدهن عشان تدي طعم حلو للطاجن بتاعي. كده خلاص اوكي. بدات بقى ان انا اقطع اللحمه بتاعتي زي ما انتوا شايفينها كده، تقطيع صغير صغير بس كده. يعني انا قطعتها اصغر من كده بس بعد لما ايه، لما استوت على البوتاجاز. البهار بتاعي بقى، بهارات اللحمه اللي انا بوريها لكم ديت، حطي بقى ايه، شوحي البهار اللي تحبيه عليها على قطعه اللحمه دي، وتروحي بقى ايه حاطه البهارات بتاعتك يا ست الكل. ظبطي بهارك زي ما انت عايزه. طيب انا حطيت بهارات اللحمه، حطيت كركم، حطيت كركم وحطيت ايه تاني، وظبطت الملح بتاعها، وبابريكا، فلفل اسمر، كزبره، كمون، بصل بودر، توم بودر. وبدات ان انا بقى ايه انزل بالمكونات دي على ايه، بالبهارات دي على ايه اللحمه بتاعتي في نص الطاجن كده بالظبط. شمي بقى الريحه واللحمه سخنه وطالعه ومتقطعه والبهار ده نزل عليها. طبعا انا بس حبيت اشرب اللحمه من الايه، من البهارات اللي انا حطاها. وبدات بقى ان انا اكمل رص الطاجن بتاعي القمر ده. طاجن كان في منتهى اللذاذة والجمال، فانتوا جربوه وحطوه على سفرتكم، مش هتندموا لما تجربوه على رأي دو. البطاطس بقى او شرايح البطاطس بتاعتي القمر دي، ببتدي بقى ايه ان انا ارصها، وارص بقى ايه اللي انا رصيته في الرصه الاولانيه برجع ارصه تاني. باقي التوم اللي انا كنت حاطاه في الاول بوريكم، بقول لكم هنحط بقى ايه بقيه التوم تاني. وهحط بقى ايه رقه من البصل، هحط كمان رقه طماطم، وهقفل الطاجن على ده. طيب لو عندي كوسه يا روز وعايزه احطها او حابه احطها، اوكي مفيش مشكله. طيب لو عندي برضو جزر وعايزه احطه يا روز، بس رققي الجزره شويه عن البطاطس عشان الجزر بيبقى يغيب شويه في الايه في السوي. ببتدي بقى ان انا انزل بباقي الفلفل بتاعي برضو اللي هو الحامي والبارد. وبدأت بقى ايه ان انا انزل بالفلفل على الخلطة بتاعتي، وهرص الطماطم. وكده بقى ايه انا بقفل الطاجن بتاعي. الشبت والكزبرة عندي اختياري، او البقدونس زي ما تحبي، حابة تشتليه او مش حابة تضيفيه اشتليه، حابة تسيبيه سيبيه. بس الطاجن ده روعة، هيوديكوا في مكان تاني. الخضار هيبقى زي السوتيه كده، مستوي على البخار بتاعه، ولا دسم ولا في اي حاجة. كمان ايه، كمان في قيمة غذائية جميلة، كمان متشرب كده كله من بعضه. انا بوريكم الشوربة قد ايه كانت جميلة، قد ايه كانت شكلها روعة، وشكلها بيشهي وبياخد العقل كمان. هاخد بقى ايه المطبقية اللي انا خدتها دي، او الطبق اللي انا خدته ده، وهروح حاطاه فين على الطاجن بتاعي عشان اطعمه اكتر بطعم ايه اللحمة بتاعتي. خلاص، يبقى كده الطاجن بتاعي خلص، ومفيش فاضل فيه الا اني هسويه بس ايه في فرن البوتاجاز.
حابه تعملي الكلام ده برضو في صينيه على البوتاجاز من فوق، مفيش مشكله، بتتعمل عادي جدا، وبتعملي نفس الحركات والتريكات دي وبتعمليها وبتطلعيها برضو صينيه عاديه جدا. بس انا كان عندي الطاجن الفخار، انا بحب ايه الطاجن الفخار شويه، بيطعم الاكل اكتر. بس الطاجن ده ما كانش له غطا، بغطيه بقى بالورق الفويل بتاعي وبحكمه كويس جدا بحيث ان البخار والشوربه واللحمه وكله يتشرب من كله وكله يستوى بقى. كمان انا رشيت على الطاجن بتاعي ده ربع كوبايه من الزيت، او ربع او ايه معلقتين من الزبده زي ما تحبي. بس غمضوا عينيكم وفتحهم. الطاجن ده ما خدش في فرن البوتاجاز يعني اكتر من ربع تلت ساعه كده. ببتدي بقى ان أنا نطلع الطاجن ده، ما شاء الله لا قوه الا بالله، بالف هنا يا رب وشفا على كل حد وكان له نصيب واكل منه. كان شكله جميل، شكله بيشهي. بتحطيه جنب اللحمه بتاعتك، جنب الشوربه اللي انا طبخاها، جنب رز ابيض، رز بشعريه، اللي تحبيه والمتوفر عندك واللي بتشوفي اللي موجودين بيحبوا منك ايه وتعمليه. وبألف هنا وشفا يا رب على كل حد وكان له نصيب واكل منه. ما شاء الله. هنا بقى ايه، جوزي بيوريكم شكله كان عامل ازاي، ما شاء الله. وده الطبق في الاخر، او طريقة غرفه بوريكم شكله كان لذيذ، كله مستوي مع بعضه، كله دايب دوب، وقطعة اللحمة